يا بصي كده يا روان، دي تخينة قوي. يا شوفي تسريحة شعرها ولون شعرها وحشين قوي. على فكرة هي جميلة، مش معنى انها تخينة تبقى وحشة يعني. انتي معايا ولا معاها؟ انا معاكي طبعا يا سارة، بس الموضوع انه ما تتنمريش عليها، يعني البنت ما عملتش حاجة. طيب لما نشوف اخر الحصة دي. انا بجد بكره المدرسة دي. ليه يا سارة، انت مش عايزة تبقي معايا ولا ايه؟ مش قصة اقعد معاكي او ما اقعدش معاكي، بس بابا مفكر انه فكرة ان انا اقعد في المدرسة دي هتخليني مؤدبة. مش عارفة ليه اختار المدرسة دي من كل المدارس، مع اني شايفة ان دي اسوأ مدرسة بصراحة في العالم كله. على فكرة يا سارة المدرسة كويسة جدا وفيها ناس كتير جدا كويسة، بس انت عشان مش مصاحبة حد غيري فمفكرة ان الكل وحش. ما علينا، غيري الموضوع. هتيجي بيتي ولا لا؟ اجي امتى طيب؟ ايه رأيك في بكرة؟ خلاص هعرف ماما واقولك. جيبي معاكي فلوس كتيرة جدا عشان بكرة هنروح نعمل شوبينج سوا. يا سارة انا ماما وبابا مش زي باباكي برضو. انت صحيح ما عندكيش بس ابوكي معوضك، انما انا ماما وبابا عندي صعبين قوي. لو انت عايزاني اعزمك عادي يعني، ما تقولي. مش حكاية تعزميني، اقصد انك بتهدري فلوس كتير قوي. ما طبعا لازم اهدر فلوس كتيرة، انا ابويا مدير اعمال. انت مش عارفة هو عنده كام شركة ولا ايه؟ لا عارفة يا سارة. يا رب ما كنتش اتأخرت عليكي. لا ما تأخرتيش. تعالي يلا، انا مشغلة فيلم التحفة. تعالي يلا، بعد الفيلم بقى نروح نعمل شوبينج. ايه ده، هو باباكي مش في البيت ولا ايه؟ لا، ما انت عارفة ان هو بيشتغل على طول. بجد الفيلم كان تحفة. ايوه كان حلو قوي. تعالي نطلع فوق نغير هدومنا. بس انا ما جبتش معايا هدوم. انا هديكي هدوم من معايا. ايه رأيك في ده؟ تحفة، بس انا مش عايزة البس من هدومك عشان حاساكي تتضايقي. اتضايق من مين يا بنتي؟ انت صاحبتي المقربة. شكلك تحفة مش كده؟ ايوه شكلك جميل كالعادة. ايه رأيك في المطعم ده؟ على فكرة انا اول مرة اجي هنا. انا برضو على فكرة كنت جيت هنا مرة برضو واحدة مع بابا وما جيتش تاني. طيب استني بقى، تعالي نتفرج على المنيو ونشوف هنطلب ايه. هنا حاجات غالية قوي. من امتى وانت بتقلقي على السعر؟ اصلا انا اللي هدفع. بجد انا مش عايزة اتقل عليكي خالص. بتهزري يا روان؟ بتقلي عليا ايه؟ المنيو اهو، اطلبي اللي انت عايزاه. اتفضلي. ايه القرف اللي انت عملته ده؟ مش تبص انت ماشي ازاي؟ انسان غبي. خلاص يا سارة، انت بتقولي ايه؟ كفاية كده. لا طبعا مش كفايه كده، هما ازاي اصلا يشغلوا حد مش فايق لنفسه في المحل ده؟ انا هوديك في داهيه. انت مش عارف بابايا بيشتغل ايه؟ خلاص يا سارة، المطعم كله بيتفرج علينا. انا اسف جدا والله، ما كانش قصدي. خلاص انا اسفة جدا بالنسبة اللي هي عملته. انا هاخدها دلوقتي اصلحها. لا طبعا ما انتش اسفه. هو ازاي اصلا يعمل حاجه غبيه زي كده؟ خلاص قلتلك خلاص يا سارة، تعالي بس اقعدي. ما بقاش انا الساره لو ما خليتهوش يترفد النهارده. طب بس اسكتي، حرام عليكي، ما ينفعش تقولي كده. يمكن دي الشغلانة الوحيدة اللي بياخد منها فلوس. مش فارق معايا، ان شاء الله يشحت. تعالي نطلع من المطعم، الكل بيبص علينا يا سارة، انتي فضحتينا. ايه رأيك نروح نلعب في الاركيد شوية؟ اوكي، عشان اخفف من العصبيه اللي انا فيها دي. تعالي اول حاجه نسحب كروت. استني بقى اجيب هدية، انا بجد فرحت قوي. شوفي طلع لي ايه، طلع لي دمية حلوة قوي. عجبتك؟ ايوه بجد حلوه قوي. طيب انا بقى هجرب واشوف حظي ايه. يا رب يطلع لي حاجه زي الدميه اللي معاكي. ايه القرف ده؟ انا ما كنتش عايزه ده يطلع لي. خلاص يا سارة، خدي الدمية بتاعتي، مش عايزاها يا حبيبتي. بعدين انت صديقتي، اكيد هشارك معاكي كل حاجة. اوف. طيب ماشي، تعالي نطلع يلا. بجد النهارده يوم مستفز جدا. ايه ده؟ مين قالك تيجي وتقعدي هنا اصلا؟ انت مش عارفه ان المكان ده بتاع صاحبتي؟ يلا قومي امشي من هنا. انا لقيت المقعد فاضي فجيت قعدت. على فكرة ايه الاسلوب ده؟ هو اسلوبي كده وعمري ما هحسنه. مالكيش دعوه، يلا قومي اطلعي بره. لا مش طالعة، والمقعد مش بتاعك. لا بتاعي وهيفضل بتاعي. يلا، وانتي ما تعليش صوتك عليا. بس يا بنات انتوا بتعملوا ايه؟ لو البنت قلة الادب دي ما احترمتش نفسها، انا اللي هرفدها مش المدير. وانا هوريكي علشان اللي زيك دول بيتداسوا عليهم بالجزم. انت نسيتي نفسك ولا ايه يا سارة؟ انت مش عشان ابوكي مدير اعمال تتكبري على الرايح والجاي. احترمي نفسك وشوفي انت بتقولي ايه. مش كل اللي معاكي في الفصل معناها ان هم ناس زبالة يعني. احنا ناس محترمين اكتر منك ولينا مكانة احسن منك.
لا يا حبيبتي، بصي لنفسك في المرايه وهتعرفي مين اللي احسن يا حبيبتي. بس انا قلت بس، انتوا الاتنين بتعملوا ايه؟ انت اللي غلطتي الاول يا ساره، اتفضلي على مكتب المدير. لا انا ما غلطتش، هي اللي غلطت، هي اللي قعدت في المقعد بتاعي. ده مش المقعد بتاعك، ده المقعد بتاع صاحبتك، وصاحبتك اتأخرت، لما حد يلاقي المقعد فاضي هيروح يقعد فيه. اتفضلي على مكتب المدير عشان مش عايز حاجة وحشة تحصل لك النهاردة بسببي. ماشي انا هروح. خير يا سارة، عملتي ايه تاني؟ في بنت مستفزة شتمتني وكبرت عليا في نص الفصل. طيب اهدي حياتي، هنشوف حل ان شاء الله. انا البنت دي لو ما اترفضتش يا حضرة المدير انا هجيب بابا بنفسه يرفضها. لا لا يا بنتي مش الدرجة دي، انا هتصرف. انا عايزة اكلم التليفون. طيب يا سارة اتفضلي. بابا انا عايزاك تيجي فورا. يا بنتي مفيش لزوم لوجود باباكي هنا، انا حرة يا حضرة المدير. خير يا سارة يا حبيبتي، كان عندي اجتماع مهم وسبت وجيت عشانك. بابا في بنت باردة لازم تترفض النهاردة، غلطت فيا في نص الفصل. الكلام ده صحيح يا حضرة المدير؟ وانت ما اتخذتش خطوة تجاه البنت دي؟ انا بصراحة لسه مش عارف اي حاجة، هي لقيت سارة جاية تقولي فقلت يعني ان هي ترن عليك، ده افضل حاجة. يا حضرة المدير البنت دي تترفض فورا. بس انا مش هقدر اعمل كده، البنت مفيش حاجة تثبت انها عملت حاجة غلط.